السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما كده تكونوا في احسن حال ودايما مبسوطين ودايما كويسين. جايكم فيديو كده حلو جدا وكمان روتين قوي جدا هيعجبكم. وكمان جاياكم كمان افرحكم عشان انا عارفة ان انا الفيديو اللي فات زعلتكم مني كتير وقلقتكم عليا، بس انا حابة ان انا النهاردة الفيديو ده ان انا اطمنكم عليا واقول لكم ان انا كويسة والحمد لله. الحمد لله عملت العملية وبقيت كويسة. وكمان فكيت السلك يعني الحمد لله النهاردة. الفيديو ده انا كنت مسجلاه زي ما قلت لكم قبل كده ان انا سجلت لكم مجموعة فيديوهات عشان نبقى على تواصل على قد ما اقدر. والله العظيم الفترة اللي فاتت دي كنت بحاول انزل لكم، اي نعم مش بصورة يومية، ولكن انا على قد ما اقدر والله العظيم حبيت ان انا ابقى متواصلة معاكم وعلى طول ابقى منزله يعني. تمام. عشان ما اتاخرش عليكم بصراحه بجد يعني بتوحشوني جدا جدا. تمام، ربنا يا رب كده يديمكم نعمه في حياتي وتزيدوا في عيلتي كده كمان وكمان. اللهم امين يا رب. كالعاده انا مش عايزه انسى بس ان انتوا زي ما متعودين معايا ان انتوا تدعوا لماما وبابا بالرحمه، وان ربنا يرحمهم ويرحم جميع امواتنا واموات المسلمين جميعا باذن الله. اللي لسه ما يعرفش انا مين، انا اسمي شيماء. اسم القناة بتاعتي بناتي كل حياتي. القناة دي انا بحبها جدا وحاجة بحبها وعندي طموح فيها، فنفسي قوي ان هي تكبر او ان انتوا تشاركوني تفاصيل حياتي، لان بجد انا مفتقدة الاحساس ده، خصوصا ان والدي ووالدتي متوفيين. فببقى مبسوطة جدا بتعليقاتكم، ببقى مبسوطة جدا باي كومنت او اي تشجيع منكم ليا، بجد ده بيفرق معايا جدا جدا. تمام. انا الفيديو اللي فات قلقتكم وقلت لكم ان انا داخله على عمليه وتعبانه وقلت لكم هحكي لكم التفاصيل. هقول لكم كل حاجه في الفيديو ده، ولكن عايزاكم بس تشوفوا انا بعمل ايه. اكيد انتوا شايفين انا اليوم ده انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اخلص كل امور البيت، علشان لما طبعا انتوا عارفين عمليه يعني راحه، يعني ما ينفعش ان انا اعمل اي حاجه او ان انا اتعب نفسي او ارهق نفسي، وفي نفس الوقت ان انا عشان معايا اطفال برضو فيا دوبك كده ابقى ايه يعني ابقى حابه ان انا ابقى مرتاحه، وخصوصا ان انا كمان ما قعدتش في شقتي، ربنا يخليها لي ماما يا رب. حماتي يعني كنت قاعده عند حماتي وهي اللي شايله كل حاجه بصراحه، واخت جوزي يعني، فهي هم اللي كانوا شايلين كل حاجه عني. فقلت بما ان انا الفتره دي الاسبوع او الاسبوعين او الاسبوع ونص اللي انا غبتهم عن البيت مش هبقى فيها، فلازم ان انا اسيب البيت نظيف، يعني بدل ما انا ابقى سايباه مكركب او فيه تراب او فيه الكلام ده. تمام. طبعا انا الروتين اللي انا بعمله معاكم ده عملته قبل العمليه. يعني انا لغايه دلوقتي والله انا شقتي ما طلعتش فيها ولا حتى اعرف هي دنيتها ايه، اكيد يعني فيها تراب، بس اول ما احس ان انا كويسه وتمام يعني باذن الله ربنا يقويني هنعمل مع بعض روتينات حلوة وهتعجبكم جدا. تمام. انا طبعا الأوضة دي بتاعت البنات، طبعا اللحافات دي انا فرشتها او بفرشها مستمرة معاكم ان انا بفرشها علشان طبعا زي ما عارفين شتاء ولازم نبقى مدفيين الدنيا، فاهمين انتوا الكلام ده؟ تمام. لو انتي وصلتي لحد هنا يلا بقى قومي حطي التليفون جنبك، بنحكي مع بعض اهو نشجع بعض. قومي لو حاجة بسيطة كده عملتيها هتحسي ان نفسيتك مرتاحة، التغيير حلو. التغيير حلو وكمان التوضيب والبيت لما يبقى نضيف حلو جدا جدا. تمام. حلو الكلام حلو الكلام. انا عايزه احكي لكم بس حاجه تجربتي، يعني ايه اللي خلاني اعمل عمليه، وخصوصا على فكره العمليه اللي انا عملتها دي عمليه قيصري. انا مش حامل ولا حاجه، ولا كمان كنت ناويه على حمل او ان انا عملت العمليه دي عشان حمل والحوارات دي خالص. لا خالص، انا القيصري انا كنت مضطره وفجاه، بس الحاجه الحمد لله من ستر ربنا. ربنا خلاني ان انا اكتشف في الوقت ده ان انا عندي اللي هو اللولب. اكيد اي ست عارفه يعني ايه اللولب، اللي هي وسيله منع حمل. طبعا انا كنت مركباه ليا سنتين.
للأسف فجأة يعني اكتشفت إن هو اتحرّك، واتحرّك كمان في مكان غير مكانه الطبيعي. أيوه، أي سِت يعني بتسمعني أكيد هي فاهمة أنا أقصد إيه، أو إيه يعني اللولب، أو بيستخدموه ليه. دي كوسيلة لمنع حمل، طبعًا في وسايل كتير، بس أنا اخترت الوسيلة دي، قالوا لي إن هي أأمن، وقالوا لي حاجات كتير. للأسف أنا تجربتي كانت سيئة جدًا في تركيب اللولب. أو يعني أنا ما اتّبعتش التعليمات، يعني دايمًا يقول لِك أي حد يبقى مركّب لولب لازم ما يشيلش حاجة تقيلة، يخلّي باله ما يتحرّكش حركة مش كويسة، ما يلعبش رياضة over عشان ممكن يتحرّك من مكانه. أنا من حظي إن أنا كنت باعاني بس من مشكلة أثناء الperiod. أنا آسفة يعني إن أنا باتكلّم في الكلام ده، بس أنا باحاول على قد ما أقدر إن أنا أفيدكم باللي أنا باقوله، يعني عشان أي واحدة مركّبة أو كده يا ريت تستفاد. أنا والله ما عايزة أبخل عليكم بأي حاجة، ولا كمان يعني بأي معلومة ولا كده. تمام. أنا ليّا سنتين زي ما باقول لكم إن أنا مركّبة اللولب، والحمد لله ما كانش في أي مشاكل ولا أي حاجة. بس المشكلة عندي إن أنا كان وكنت على فكرة كنت كل 6 شهور كنت باروح أعمل الفحص بتاعه، إن أنا أروح أتطمن هو موجود كويس، طب في التهابات، في كذا. كان الحمد لله تمام. لحد من قيمة كده فوق ال10 أيام رُحت عملت فحص وكان زي الفل. بعدين بقى بعد الفحص ده كان نزلت عليَّ الperiod. أنا مش هاتكسف وهاقول لكم كل حاجة، تمام، والكلام اللي أنا باقوله ده ما فيهوش أي حاجة تضايق حد. الستات هتفهمني وهتقدّر اللي أنا باقوله إزاي يعني، تمام. مش عايزة حد يتضايق منّي. المهم الperiod دي نزلت عليَّ، وأنا أثناء الperiod طبعًا كنت باخدم، ورُحت شِلت ترابيزة تقيلة. المعروف طبعًا إني أثناء الperiod الرحم بيبقى آمم تعبان، أو اللي هو بنقول عليه إن هو مفتوح، فما ينفعش إن أنتِ تبقي شايلة حاجة تقيلة، وخصوصًا كمان إن أنتِ تبقي مركّبة وسيلة منع حمل اللي هي بتاعة اللولب. فده بصراحة غلط جدًا، جدًا، وأنا للأسف استعفيت على نفسي. عشان كده دايمًا باقول لكم يا جماعة ما حدش يستعفى على نفسه، صحتكم أهم، لازم تعملوا فحص دوري على صحتكم، علشان ممكن فجأة تكتشفوا في حاجة. خصوصًا إن أنا اللولب لمّا اتحرك من مكانه ما كنتش حاسة بأي أعراض، ولا كنت حاسة بنزيف، ولا كنت حاسة بمغص، ولا كنت حاسة بأي حاجة. أنا 3 أيام حرفيًا يا بنات والله العظيم وحياة بناتي 3 أيام حرفيًا أنا كنت تعبانة جدًا. تعبانة نفسيًا أكتر من إن أنا تعبانة جسديًا. أنا نفسيًا أنا 3 أيام بالِف على على تحاليل، وعلى أشعة، وعلى أروح مركز من هنا، أروح مركز تاني طبي، أروح حرفيًا. وأنا فعلًا كل شوية اللولب بيتحرك من مكانه، لإن كمان الفني الطبي اللي هو كان على الجهاز بتاع الأشعة بيقول لي: "أي حركة بتتحركيها هو بيتحرك معاكِ." أنتم متخيلين مدى الخطورة؟ أنا الأول كان في الجدار الخلفي للرحم، بعدين ظهر معايا في الجدار الأمامي. الكلام ده أنا باقول لكم فرق ساعات، يعني مش اللي هو باستنى وباعمل يومين أشعة، لأ بجد فرق ساعات. 3 أيام حرفيًا وأنا باقعد على الجهاز ده، وباروح على الجهاز ده. عملت رنين، عملت أشعة على البطن، عملت نوع أشعة تاني اسمها X-ray. أكيد الدكاترة لو سمعوني يعني هيفهموا أنا أقصد إيه بالأشعات دي. لحد ما آخر حاجة ظهر معايا إن هو نُصّه في الرحم، ونُصّه التاني في البطن. أنتم متخيلين مدى الخطورة؟ وكل ده أنا مش حاسة بألم، يعني أنا فعلًا حرفيًا والله العظيم لغاية ما عملت العملية وأنا مش حاسة بأي ألم، ولا في نزيف ولا أي حاجة. أنتم متخيلين مدى الخطورة؟ والمشكلة إن أنا رايحة أكشف على حاجة اكتشفت أصلًا إن الوسيلة مش موجودة، يعني الدكتور نفسه وهو بيفحصني بيقول لي ده مش موجود. فأنا عايزة أعرف مكانه بالضبط، أو ممكن كان فاكره إن هو يكون وقع، أو لإن بيقع عادي جدًا ممكن من غير ما تحسي أو كده. فأنا بصراحة تجربتي مع تركيب الوسيلة اللي هي اللولب سيئة جدًا، 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 وتعبتني جدًا. ولو رجع بيّا الزمن والله العظيم ما كنت ركّبتها، ولا كنت فكّرت كمان إن أنا أركّب الوسيلة دي اللي هي اللولب.
كتير يقول لِك أو الدكاترة كلّها يقول لِك أأمن وسيلة ما بتسببش ألم ليكِ، ما مش بتغيّر هرموناتِك، أنا معاكم في كل ده، هي آمنة في بعض الحاجات خلاف البرشام والكلام ده، ولكن اللولب يا بنات عشان تبقوا فاهمين لازم بتراعي كل حاجة فيه، وكمان بتركّزي في كل التفاصيل بتاعته، ما تشيليش حاجة تقيلة، ما ترهقيش نفسِك، لازم بيبقى في فحص دوري، كمان بتحسّي بحاجات معيّنة الدكاترة أكيد أو أي واحدة ركّبت لولب بتبقى دكتورة مفهّماها هي لازم بتفحص نفسها إزاي، أو إن هي بتتعامل إزاي في حاجة زي كده. تمام. ف فالحمد لله تجربة، يمكن ده اختبار من عند ربنا، يمكن حاجة كانت هتحصل في بيتي جات فيّا، مش مشكلة أنا في داهية، ولكن أنا شِلت أذى زي ما بيقولوا، شيلي أذى عن أذى، مش مشكلة خالص. يعني أنا والله العظيم الحمد لله، وبجد المحنة اللي أنا كنت فيها كصحتي أو كتعبي اتعلمت منها كتير، وكمان اتعلمت إن أنا كمان لازم أهتم شوية بنفسي، بصحتي، ما آخُدش الدنيا كده، أبقى هوجاء، يعني إيه الهوجاء اللي أنا لأ أستعفى على نفسي في خدمة، أستعفى على نفسي في أي حاجة ومش مشكلة، لأ أنا لازم أراعي صحتي، أراعي صحتي لإني فعلًا يا بنات والله العظيم الإنسان ده لسان بس، يعني أنا فجأة من كتر القلق يمكن الناس اللي شايفة إني أنتم متخيلين إن أنا أفتح قيصري عشان أطلّع لولب، يعني عملية كاملة، وخصوصًا عايزة أقول لكم إن أنا طوّلت في أوضة العمليات، لإني لمّا الدكتور فتح وخلاص عرفنا المكان ده يعني الفترة اللي أنا ما بين بالليل الساعة 00:00 لحد الفجر ما فتحت، هو كان اتحرك من مكانه، يعني قعد نُص ساعة عشان يطلّعه، وأنا بطني مفتوحة متخيلين، حتى أخدت بنج زيادة، حتى أخدت قعدت 6 ساعات عشان البنج يفُك من رجلي بس، يعني غير الولادة القيصري اللي هي الولادة اللي يبقى فيها baby، أنا فاتحة قبل كده مرتين قيصري، بس والله العظيم يا بنات أنا المرّة دي تعبت تعب شديد جدًا. مش عيب عملية ولا عيب دكتور خالص عشان تبقوا فاهمين، أنا كان مشكلتي البنج علشان الدكتور فاتح، يعني قال لي: "أنا والله لو في حل إن أنا أسحبه بمنظار أو حَلّه بطريقة كده أنا مش هاتعبِك ولا هافتح لِك قيصري." ولكن هو ما كانش ليه حل غير إن أنا لازم أفتح قيصري وتبقى عملية قيصري كاملة، لإن كان نُصّه زي ما باقول لكم في الرحم والنُص التاني في البطن، فهو مش عايز يبهدلني وكمان مش عايز يحصل مضاعفات لا قدّر الله، كان الرحم يقعد يفتح في كذا فتحة والكلام ده، فهو بصراحة ربنا يبارك له يا رب الدكتور بتاعي. طبعًا هابقى أعمل لكم فيديو أشرح لكم بالتفصيل إيه اللي حصل معايا، وكمان هاقول لكم تكلفة العملية كام، وأنا لمّا جيت ركّبته إزاي، وإيه كمان الإجراءات اللي أنتِ تبقي واخدة بالِك منها لو أنتِ حبيتِ تركّبي الوسيلة، بس أنا زي ما باقول لكم لو حد جه سألني وقال لي: "يا شيماء تنصحيني إن أنا أركّب لولب والّا لأ؟" هاقول له: "أكيد، أكيد، أكيد، ما تخاطرش بنفسك وتروح تركّب لولب." بصراحة لإن أنا شُفت العذاب، هو وسيلة آمنة وكل حاجة، ولكن لو هو أنتِ من غير قصد حصلت معاكِ وعكة أو إن أنتِ شِلتِ حاجة تقيلة أو مضاعفاته بتبقى صعبة جدًا ولازم بتفتحي، ما ينفعش إن أنتِ تسحبيه حتى من تحت، ده لو أنتِ ربنا يعني زي ما بيقولوا بيجيبها معاكِ سلامات، وكان طرف الحبل بتاعه تمام، ممكن يتسحب معاكِ، لكن لو أنا زي حالتي إن هو لأ، يعني أنا رايحة وهو أصلًا متحرك ليه كذا يوم، رايحة واللي هو إيه كده يعني رايحة أنا وبراجتي ورايحة عشان أكشف حاجة تانية خالص، اكتشفت إن هو مش موجود، خصوصًا إن في بعض الناس بييجي معاها سلامات، يعني الحمد لله أنا يمكن ربنا بيحبني وخلّاني كده أبقى موسوسة شوية وأروح أكشف عند الدكتور. فاهمينّي إزاي؟ ف فبس يعني فالحمد لله اكتشفت الموضوع بدري، أحسن ما كان دخل في المصارين أو الأمعاء، لإن في ناس كتير تجاربها مع اللولب إن هو وصل للمعدة مش عارفة إيه، لأ الحمد لله، الحمد لله، ألف، ألف، ألف حمد وشكر ليك يا رب، الحمد لله ربنا قوّمني بالسلامة، أنا باكلمكم كويسة جدًا يا بنات، وباكلمكم كمان حتى لو أنتم حاسين صوتي أحسن الحمد لله، ألف حمد وشكر. حابة أشكر كل الناس اللي وقفت معايا، حابة أشكر كل حد كلمني في التليفون، حابة أشكر كل حد كتب لي comment وعلّق لي في الفيديو اللي فات، بجد أنا باشكركم جدًا، وباحبكم جدًا، جدًا، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، ودايمًا كده تبقوا محاوطينّي وتبقوا معايا دايمًا بإذن الله.
طبعًا أنا رغيت كتير، أنا عارفة إن أنا اتكلمت كلام كتير غير محتوى الفيديو اللي هو الروتين، ولكن أنا بس حبيت أقول لكم كلمتين جوايا، حبيت أطمنكم عليَّ، حبيت إن أنا أشارككم التجربة بتاعتي. أي تفاصيل، أي حاجة بخصوص الوعكة الصحية بتاعتي أو العملية اللي أنا عملتها، هاكلمكم أكتر في فيديوهات جاية كتير أثناء الروتين، إحنا وبنعمل روتين. فما تقلقوش خالص، أنا تحت أمركم في أي استفسار، تحت أمركم في أي حاجة أنتم تطلبوها مني. طبعًا أنا خلصت معاكم الأوضة دي أنا عملتها اللي هو الروتين بتاعي اللي هو شِلت ولمعت ومسحت على فكرة يا بنات. بس أنا ما جبتهاش معاكم علشان ما تملوش مني. وبعدين دخلت على المطبخ زي ما شايفين، غسلت المواعين، كان في شوية مواعين، وطبعًا كالعادة متعودين إن إحنا نغسل الرخامة بتاعتنا، وكمان نعبي الكولمن بتاعنا ونظبط الدنيا كلها. تمام. لما بتبقي تعملي حاجة كده او لما تيجي تعملي حاجة، تروقي البيت. يعني في حد زي اللي هو بيحس احساس ياه الله ده انا خلصت اللي ورايا، بتبقي قاعدة كده رايقة مش وراكي حاجة غير ان انتي تقعدي مع اولادك تلعبي معاهم تذاكري لهم. فاهمين انا بحب جدا على فكرة الاحساس ده، يعني بجد والله العظيم بيفرق معايا. لو انتي نظمتي وقتك، كل يوم حددتي ان انتي تعملي حاجة في البيت، هتلاقي نفسك ان اليوم بركة، اليوم فيه بركة ان انتي انجزتي فيه وعملتي كل حاجة وفي نفس الوقت مفيش ملل. لكن انا دايما بعمل كده بصراحة، يعني ما بخليش البيت كله في يوم واحد. رغم ان ممكن كتير يستغرب يا عم انتي شقتك مش مستاهلة اعمليها في يوم واحد، لكن لا والله يعني ممكن انتوا تبقوا شايفينها ان هي مش مستاهلة عشان يعني المساحة وكده، ولكن أنا بيبقى معايا شغل كتير، معايا البنات، معايا غسيل، معايا مكوى، معايا شغل طبعًا. في شغل أنا بابقى مشغّلاه بجانب اليوتيوب زي ما أنا قُلت لكم قبل كده، برضه هاكلمكم تفاصيل أكتر بخصوص المشروع. أنا والله ما ناسية ولا حاجة، بس فيديوهات جاية كتير، هنحكي كتير وهنرغي كتير، ما تقلقوش خالص، أنا معاكم في كل حاجة، كل حاجة هنعملها مع بعض، وكل حاجة هنحكيها مع بعض. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو. كل اللي طالباه منك ان انتي تدعي دعوة كده حلوة لماما والبابا ان ربنا يرحمهم يا رب، ويرحم جميع امواتنا واموات المسلمين جميعا، وتدعي لي دعوة حلوة كده زيك، عشان اي دعوة انتي بتدعيها لي والله العظيم بتفرق معايا وربنا بيردها لك. يعني انتي لو قلتي لي ربنا يكرمك او ربنا يوسع عليكي او ربنا يرزقك، بتلاقي ملايكة بترد عليكي وبنفس الدعاء. متخيلين ان ملايكة ترد عليك وربنا يرد عليك يقولك ولكن مثل نفس الدعاء. فبصراحة دي حاجة كبيرة قوي. انا مبسوطة جدا، فرحانة جدا بيكو، شغلتوا حياتي ونستوني، عارفين الاحساس ده بجد والله العظيم فارق معايا جدا جدا. تمام، انا كده خلاص خلصت المطبخ بتاعي، خلصت شغلي. هوريكم كمان المطبخ المتواضع بتاعي الصغنطوط بتاعي علشان تبقوا مبسوطين بيه، يعني زي ما انا مبسوطة. والله انا بحبه جدا على فكرة المطبخ ده. بس كده اكون وصلت لنهاية الفيديو. بفكرك ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان عيلتي تكبر بيكم يا احلى عيلة في الدنيا. اشوفكم في رعاية الله، مع الف سلامة، باي باي.